السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو بسيط ان شاء الله. يا رب تستفادوا منه باذن الله. النهارده ابتديت دورة جديدة ان شاء الله. ربنا يا رب يتمها على خير، اللهم امين يا رب. بقى الكتاكيت بقى لها 6 ايام، جايبهم يوم 29 شهر 4. احنا دلوقتي النهارده انا عامله الفيديو 5 شهر 5. بصوا حبايب قلبي، الكتكوت كان سعره 10 جنيه، والعلف كان يوميها سعره 29 جنيه. تمام كده. وجبنا التحصينات اللي هي بتاعت المرحلة الأولانية بتاعت الاستقبال. طبعا أنا جايلكم بالفيديو ده عشان حبايب قلبي اللي بيربوا جداد يعني ولسه مش عارفين المعلومات الكافية يعني عن تربية الكتاكيت. قلت يمكن يستفادوا بالمعلومات البسيطة اللي أنا هقدمها. أول حاجة استقبلتهم على محلول معالجة الجفاف. حطيت سقاية فيها لتر مية، وحطيت فيها باكو محلول معالجة الجفاف. كان كافي يعني لتر المية لغاية 8 ساعات كده مش أكتر. بعد كده حبايب قلبي بنغير المية بتاعت اللي فيها المحلول معالجة الجفاف بعد 8 ساعات، حتى لو لسه متبقي فيها بنغيرها. وبنبتدي بقى التحصينات اللي مديها لنا الدكتور، وهي عبارة عن 3 أيام مضاد حيوي. وبعد ما يخلصوا ال3 أيام بنبتدي 3 أيام تاني فيتامينات. تمام حبايب قلبي. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن اليوم الاستقبال عملنا فيه ايه. حطينا محلول معالجة الجفاف على لتر مية. تاني يوم بعد 8 ساعات ابتدينا نحط التحصينات اللي اداها لي الدكتور. التحصينات دي بتبقى 6 أيام، 3 أيام مضاد حيوي، مضاد تنفسي للجهاز التنفسي، و3 أيام بنحط فيتامينات. وانا الحمد لله يعني دي نهاية الازازة اللي فيها الفيتامينات. هي ازازة صغيرة بتقعد 3 أيام، بنحط معلقة على كل لتر مية. انا هنا حطيت سقايتين طبعا عشان يعني طول فترة الليل يلاقوا مية قدامهم، عشان غلط طبعا ايه لو المية كانت ناقصة من قدام الطير ده غلط. تمام كده. واهم حاجه حبايب قلبي طبعا زي ما انا قلت لكم كده، المعلومات ديت اللي لسه بيبتدوا تربيه فراخ من جديد يعني ومحتاجين شويه معلومات. لازم نغير الفرشه اللي تحت الكتاكيت يوم ويوم نغيرها، لانها لو طولت يعني مش حلو بالنسبه للكتاكيت. لازم نغيرها يوم ويوم. ولما تيجوا بتغيروها بتلاقوا كتاكيت فرحانه كده وبتبقى مزقططه وبتبقى ايه بتنام وفاردة رجليها كده، معانا كده ان هي ايه بتبقى مرتاحة. دلوقتي الجو لسه بيقلب، لسه برضو بالليل بيقلب ساقعة شوية. فانا لسه حاطة اللندة الحمراء اللي هي بنحطها في الاستقبال للكتاكيت. طبعا احنا دلوقتي داخلين على فصل داخلين او دخلنا خلاص في فصل الصيف. اللندة الحمراء هنغيرها ونحط لندة بيضة اللي هي الموفرة. تمام كده. وطبعا حسب المساحة بتاعة العشة، لو مساحة كبيرة هنحط لندتين، لو مساحة صغيرة بنحط لندة واحدة. وطبعا التهوية حلوة قوي للطير. يعني ما نكتمش زيادة عن اللزوم، لان الطير ما بيحبش التكتيمة زيادة عن اللزوم. لازم نخلي زي ما انتوا شايفين كده، انا مخليه الباب بتاع الطير مخليه متهوي اهو من على جنب، وجنب ايه متغطي زي ما انتوا شايفينه كده. انا دلوقتي عامله الفيديو ويعني الدنيا ايه ضلمه. لو بالنهار هتشوفوا اوضح. تمام كده. وانا بربي عندي هنا في البلكونه. انا يعني عملت كذا دوره هنا في البلكونه والموضوع ما بيقفش عند حاجه، يعني كل واحد حسب المساحه الفاضيه عنده بيربي، ما فيش اي مشكله. هنجيب 10 كتاكيت ونربيهم برضو ما فيش اي مشكله، لانهم بيبقوا خير في البيت وطبعا بيوفروا معانا. مش هنقول توفير جامد، بس المهم ان احنا بناكل حاجه تكون نظيفه وكويسه، بناكل اولادنا حاجات نظيفه وكويسه وعارفين مصدرها، ونبعد عن الحاجات المؤذيه اللي بيحطوها للطير عشان ايه يكبر بسرعه والكلام ده كله وبيضرنا. تمام. فكل اللي عنده مساحه حتى لو متر في متر يربي، حتى لو 10 فرخات حلوين قوي قوي. يعني نخلص الدوره من هنا نبتدي على دوره جديده بامر الله. وكل ده بيوفر لنا، كل دوت يعني ايه حلو لصحتنا وصحة اولادنا.
ولو في اي سؤال ولا اي استفسار تكتبوا لي في التعليقات، واللي وصل معايا في الفيديو للوقت ده ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناة الجداد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، نكمل مع بعض الدورة بإذن الله. يا رب تتم على خير كده، اللهم امين، عشان اقول لكم يعني بعد كده هنعمل ايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.